السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوينو سويتس أو شهوات فاطمة طنجاوية. كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين وأحوالكم طيبة وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم عدلت ملاوي أو مسمن قرمش ومورق وخفيف ولذيذ. عدلته بطريقة سهلة ومضبوطة. تفرجوا في الفيديو كامل باش تشوفوا الطريقة والمقادير اللي عملت، وما تنسوش تشجعوني بلايك وتبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. غادي نبدا نعدل الملاوي او الرغيف ديالي. في قصعه عملت شطاطو وعملت فيه نص كيلو دقيق الابيض د العجن، ماشي الرطب د الحلويات، لا د العجن كيكون حر شويش على اخر. غربلته وزدت عليه 3 مغارف كبارين د الفينو، ما عملتش سميده رقيقه، لا عملت الفينو. غربلته حتى هو وخليت الفينو مع الدقيق الابيض بالاصابع باش كينسجموا مع بعضياتهم. وزدت عليهم الملح، عملت تقريبا نصف ملعقه كبيره ماشي معمره، غير تقريبا. خلطت الملح مع الطحين وغادي نبدا نجمع العجينه بالماء. عملت الكاس الاول، هاد العجينه عملت فيها الماء بارد سبيله ماشي دافي حيت ما فيهاش الخميره. دات لي 2 كيسان د عنبه ديال الماء، يعني بالمليلتر جات لي 350 مليلتر بالضبط. بديت كنجمع العجينه بالماء، وزدت عليهم ملعقه صغيره د الزبده مارغرين، استعملت بونا، وزدت عليهم ملعقه صغيره د زيت المائده. بديت كندخل الزبده والزيت مع العجينه. هاد الزبده كتخلي الملاوي يجيو من داخل هشاشين ورطبين. بقيت كندلك العجينه مده تقريبا 5 دقائق. من بعد عملت العجينه على شكل كره ودهنتها كامله بزيت المائده، وعملتها في بلاستيك غذائي، خليتها ترتاح واحد المده ديال نص ساعه او 30 دقيقه على بعد من ترتاح مزيان العجينه وتجي لي سهله ملي نجي نخدمها. ملي جازت 30 دقيقه خرجتها من بلاستيكه وقطعتها بسباتولا على 8. حاولت نقطعها بسباتولا بهذه الطريقه باش يجيو لي الرغيفات ب8 قد بعضياتهم، ما تجيش واحده كبيره وواحده صغيره. قطعتهم غير هكذا سباتولا، ما عملتش فيها الزيت. من بعد عملتهم على شكل كريات وخليتهم في القصعه. هذا الحجم اللي عملت الكريات ما كيجيوش صغارين بزاف ميني وما كيجيوش كبارين، كيجيو متوسطين. دهنتهم مزيان بالزيت المائده باش ما يعملوش القشره على الوجه، وغطيتهم ببلاستيك غذائي وخليتهم يرتاحوا واحد المده 30 دقيقه اخرى باش يزيدوا العجينه تطلق وتجيني سهله في الخدمه. دابا غادي نطلق الملاوي. كنرش اللورنيه بزيت المائده وكنزل الكره ديال الملويه او الرغيفه وعاود كنرشها بزيت المائده. صافي كنبقى كنمشيها بهذه الطريقه، كنتكي عليها غير بالاصابع، ما كنستعملش الكف، غير بالاصابع، وما كنتكيش عليها بزاف بحال اللي كنعمل لها ماساج، بحال اللي كنمشيها ماشي كنتكي عليها، غير كنمشيها وحيت العجينه مرتاحه مزيان دغيا كتمشي لي، ما كتملش عفوا ما كتحتاج شي واحد المجهود كبير. ملي كنطلقها كامله ما كنخلي حتى شي مطع عندي غليظ، كامله خصها تكون رقيقه. ديك الساعه رشيتها او دهنتها بالزبده مذوبه، استعملت الزبده بونا، زبده التوريق، ورشيتها بالفينو، استعملت شي سميده في التوريق. كنحاول نعمل الزبده والفينو غير في الوسط، ما نعملهمش في الجوانب. من بعد كنطويها على هذه الجهه بحال اللي كنطوي الرغيفه عاديه، وكنطوي الجهه المقابله عليها. العجينه خصها تكون رقيقه، كنرققها ما امكن حتى كترجع شفافه، ما نخليش حتى شي جهه غليظه. من بعد في هذه الجهه غادي ندهنها حتى هي بالزبده المذابه وغادي نرشها بالفينو. دابا كنحاول نجبدها باش تجيني معوطه، كنرشها بالفينو وغادي نبدا نتنيها بحال اللي كنتنيو اي ملويه عاديه. ملي كنتني كنحاول ما كنزيرش العجينه، كنخليها مرخوفه. صافي كنبقى كنلويها كنتنيها حتى كنكملها كامله. ملي كنسالي هذاك الجزء الاخير كنطلقو وكنحاول نتنيه، عفوا نحشيه في ديك 2 د القنوت اللي في الجوانب. العجينه عندي ارتاحت مزيان، كتساعدني بزاف في الخدمه ديالها. ملي نكون كنطلقها ما كتعذبنيش كما كنلاحظوا، هي فيها البواوق، يعني العجينه مرتاحه.
كنستعمر بنفس الطريقه. عاود كنجيب الكره الثانيه كنرش بالزيت، دائما كنطلقها بالزيت وكنحاول نعملها رقيقه تكون شفافه، وما نخلي حتى شي جهه ما تكون غليظه. كنحاول دائما نطلقها غير كنمشيها، ماشي كنضغط عليها بزاف، ماشي كنتكي عليها بحال اللي كنقرص الخبز. ملي كنطلقها كامله عاود كنرشها بالزيت المائده، كندردر عليها الفينو، كنحاول ما نوصلوش الجوانب، غير في الوسط باش ملي نتني العجينه ديالي ما يخرجش. هاد العجينه ديال الملاوي ما فيهاش شي الخميره، كيمكننا نعجنوها مثلا اليوم ونخليوها في الثلاجه حتى الغدا عاد نطلقوها، ما كيوقع على حتى شي حاجه، بالعكس كتكون العجينه ارتاحت مزيان وكيجيو الرغايف او الملاوي مزيونين بزاف. او يمكننا ملي نوصلوا لهاد المرحله اللي كاينه دابا في الفيديو صافي كنلوي الملويه، ملي كنساليهم كاملين يمكن لي نعملهم في واحد الصينيه ونغطيهم بلاستيك غذائي ونعملهم في المجمد حتى النهار اللي غادي نحتاجهم. ديك الساعه غير كنجبدهم كنخليهم يحيد منهم البروده النبيره وكنطيبهم، كيبقاو في نفس المذاق وفي نفس كيجيو مزيونين بزاف، ما كيخسروش وكتحيد عليك تماره. الملاوي ديالي ساليتهم ب8، غنخليهم ونعمل المقله ديال الرغايف تسخن على نار متوسطه. كنرش اللورنيه بزيت المائده وكنزل الملويه، كنرشها عاود بشويه الزيت وكنبقى كنضغط عليها كنقرصها. كنضغطش عليها بزاف، ما كنعملهاش رقيقه بزاف، غير شويش باش تنفخ لي وتجي من داخل بالطبقات مورقه. خليها ترتاح واحد 2 دقائق، من بعد ملي سخنت لي المقله الرغايف كنرشها بشويه زيت المائده وكنزل فيها المسمنه الملويه ديالي وعاود كنرشها بشويش ديال الزيت من الفوق. ملي كنزل الملويه في المقله صافي ما كنضغطش عليها، كنخليها كطيب على نار متوسطه، ما كنزيدش العافيه. وملي كنشوفها من القاع فحال اللي طابت شويش ديك الساعه كنقلبها باش طيب على الجهه الاخرى. مره كنبقى كندور الرغيفه باش كطيب من جميع الجوانب بشكل متساوي. عاود كنمشي للملويه الثانيه حتى هي كنقرصها بنفس الطريقه، كنعمل الزيت في الورنيه ونزل الملويه عاود نرشها بشويه الزيت، كنبسطها بيدي كنقرصها، ما كنعملهاش رقيقه بزاف، تتبقى غليظه شويش باش تجي مورقه. وكنخليها ترتاح واحد 2 دقائق، ضروري ما ترتاح ملي كنقرص عليها، ما نعملهاش مباشره في المقله ديال الرغايف طيب، ضروري ترتاح شويش. ماشي ضروري نطيبها في المقله ديال الرغايف، تقدر تطيب حتى في المقله طيفه، المهم المقله تكون ما كتلصقش. والملويه ملي كتكون كطيب مره كنبقى كنرشها بالزيت باش دغيا كتحمر لي. صافي طيبت الملاوي ديالي ب8، جاو من برا مقرمشين واحد التقرميشه رائعه جدا، ومن داخل جاو مورقين وخفافين ماشي معجنين. اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم كتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تشجعوني باللايك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم، وتابوناو في قناه كوينو سويت. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.